برج العقرب عنده مزايا كتير برضو على فكرة، يعني على قد ما هو بيبان مخيف وكده، بس هو عنده مزايا كتيرة. برج العقرب قلبه من جوه طيب قوي، يعني بعيدا عن دايما الصورة المتصدرة للعقرب ان هو مخيف وان هو قلاب وان هو انتقامي وكل الحاجات دي. هو قلبه طيب جدا، هو بينتقم من كتر حبه. يعني لو انت مش فارقه معايا انا مش هنتقم منك ولا هشغل بالي بيكي اصلا. انا من كتر ما انا بحبك، هو مشاعره ديب قوي. هو لما بيحب بيحب قوي، لما بيقرب من حد بيبقى قريب منه قوي، بيأمن له قوي، بيبقى عايزه موجود في كل لحظه في حياته. ده اللي بيخليه شويه في الاول غامض، في الاول بياخد شويه، عارفه الاجراءات الاحترازيه اللي هو انا بأمن نفسي عشان لما اقرب واسيب نفسي قوي ما ندمش. فبيبقى بيقعد يحطك بقى في اختبار واتنين، بيشوفك تستاهلي الثقه بتاعته ولا لا، بيشوفك تستاهلي تتحبي ولا لا. هو بيشك قوي، هو مشكلته ان هو شكاك قوي، فبيبقى طول الوقت عايز يطمن. فلما يطمن لحد ويأمن له ويثق فيه، وبعدين الحد ده يخذله، طبيعي ان هو، يعني مش العقرب بس، هو اي بني ادم طبيعي، بس العقرب شويه زياده لان هو الحاجات بياخدها على جوه قوي، ديب قوي، يعني مشاعره جواه قوي وبيتاثر جدا، بيتوجع قوي لو حد خذله من صحابه او حد هو واثق فيه، حد اتعشم فيه وما كانش قد العشم. فساعتها فعلا ممكن يفكر ان هو ينتقم منه، عشان كده بيقولوا ان هو انتقامي. لكن هو لا، يعني لو حد تاني ممكن يبقى بينتقم اكتر منه، بس مش بنفس الطريقه لانه ما بيحبش بنفس الطريقه، ما بيتعلقش بنفس الطريقه، فبيبقى انتقامه اخف شويه. عند ناس كتير، في ناس بتسامح وتعدي وبتكبر دماغها لانها ما بتتاثرش بنفس درجه التاثر. يعني في حد ممكن انت عملتي فيه حاجه ضايقتني جدا، بس بعد يومين انا نسيتها، فخلاص مش هشغل بالي بيكي، مش هنتقم منك، هقعد هشغل بالي بان انا انتقم منك، انا نسيت اصلا انت عملتي ايه. اتضايقت وكل حاجه بس نسيت. العقرب ما ينساش. العقرب لو بعد 100 سنه وجيتي تكلميه هيفكرك بالحاجه اللي كانت مضايقاه من اول ما عرفتي